انت ومريم كنتوا كويسين مع بعض؟ في بعض الأحوال بنبقى وحشين، وهقول لك الأسباب برضو. ولكن هي ما بتقوليش إلا يا بابا، عمرها ما قالت لي يا محمد. ما كانتش تقول إلا يا بابا. في أيام الخطوبة 16 سنة. في أيام الخطوبة كنا بنتكلم على تليفون عمي محمد. في مرة من المرات لقيت صوتها اتغير، لقيت راجل بيكلمني، مش خطيبتي عامة يعني، وألفاظ مش كويسة وشتمني ومش هخليك تاخدها. انت بنت مين عشان قال لي انا اللي هاخدها ومش هخليك تتهنى عليها. اتصلت على حماتي، قفلت معاها لما استعذت من الشيطان. ده قبل الجواز؟ استعذت من الشيطان، لقيت المكالمة قفلت. مع صوت انا بكلمك كده تلاقي صوتي قد ده. مش المفروض تبقى فسخت بقى فورا؟ لا. ازاي؟ مش فسخت، مش يأس. حتى لو هي تعبانه نفسيا هتتجوز واحده بتقلب صوتها راجل؟ لا مش هي اللي بتقلب. كلمت عم محمد، يا عم محمد انت فين؟ قال لي في البيت. قلت له كلمت حماتي، قلت لها يا عم محمد كلمني، قلت له خش لمريم بص هتلاقي الوضع كده 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 كده، وتلاقيها تعبانه. خش لقى مغمى عليها بالفعل، وخدها تاني يوم وراح لشيخ. ما وديتهاش دكتور نفسي بقى؟ لا ما فيش دكتور نفسي هنا. انا كل القصه دي يا استاذ ريم، انا كانت مراتي تبقى معايا في البيت عندنا، نروح زياره عند امها تغضبها بالشهر. 4 شهور، شهرين. يعني في السنتين اللي اتجوزتوهم ما عاشتش معايا 3 شهور على بعض عامه يعني، ما كملتش. بس اكيد ما كانتش مبسوطه ولا ايه؟ مبسوطه. هي قالت لامها اكتر من مره قدام جيرانها في غضبانها وفي ولادتها كذا مره، ان انت لو هتخربي بيتي انا هعتبرك ميته.